هي ليلة ولا كل الليالي. فشل من انتظر مشهدها أن يتنبأ بما سوف يكون عليه مشهد النهاية، فالصراع هو على أرض الجوارح التي ارتدت أجنحة التحدي وهي تحت زمرة البوناميغو، والضيف هو الإمبراطور الأصفر الذي نال شرف الصدارة وجاء بجماهيره ليملأ ما خصص له من أماكن في الملعب الأخضر. الصافرة أعلنت مشهد البداية، وحديث الشباك لم يتأخر، فكانت الفرحة من نصيب جماهير الذهب التي سحرها رأس أوليفيرا وهو يترجم هدية الإسباني لداخل الشبك. فكانت البداية مع ثورة جماهير الأصفر التي أشعلت الحماس وأجبرت من في الملعب لرسم سيناريو الفوز، والذي لم يؤخره الماتادورياستي الذي أرسل قذيفة في الشباك ليؤكد النية بأن الأصفر قرأ الجدول ولا يريد إلا قمته. ماكينات الأخضر التي حركت مياه الانتصارات الراكدة لم تكن بنفس فعالية الأداء في المباريات السابقة، حيث لم يقدم فيلانويفا نصف ما يمتلكه من أداء، كما غابت خطورة لامين ديارا، فتوقع الجميع بأن الأخضر ليس في يومه، حتى وهو يشن بعضا من هجماته الخطرة التي أنقذها حامي سبيكة الذهب ماجد ناصر. كما افتقد دفاع الأخضر التركيز، خاصة عند محاولات التعويض والاندفاع الهجومي، فكانت ثغرة الخلف سببا لتجرع الجوارح من مر الكأس. وأيضا فتحت المساحات لأوليفيرا فنفذ منها ليجسد رباعية كست الملعب الأخضر باللون الأصفر، وسلمت الإمبراطور مفاتيح القمة. حزن الرباعية لا يعني انتكاسة للأخضر، فمجمل الأداء لا يوحي بتقاعس، ولكن ما عاب الأخضر هو التسرع للعودة إلى المباراة التي كان يمكن العودة لها لولا رعونة الخطوة الأخيرة، والتي كانت العنصر المفقود في اللون الأخضر. على الجوارح تخطي المردود النفسي للهزيمة والعودة لثقافة الفوز حتى لا يفقد مقعده في لعبة الكبار. الشباب ما يتحمل خسارة ثانية، فأنا أتصور هذه مباراة مفترق طرق، يا أنك تلحق بفرق المقدمة أو أنك تبقى. والله هذا الملعب إذا بيتصدر أهلا وسهلا فيه. طبعا نحن نطمح في 3 نقاط وهم يطمحون في 3 نقاط، واللي بيكون افضل وبيستغل الفرص ان شاء الله بيفوز. طبعا كوصلاوي اتمناها الوصل، جايين للفوز. طبعا خسارة قاسية ونحن اللي تسببنا فيها مع الأسف. نحن خسرنا، نحن ما كنا ممتازين، ما كنا جيدين في المباراة، خسرنا المباراة. هذه كلها. والحمد لله الشباب ما قصروا، ادوا مستوى طيب والحمد لله الله وفقنا، والحمد لله اخذنا 3 نقاط، والجو شوي اليوم ما كان يساعد يعني، على اساس كذا يتراجع شوي المستوى، بس ان شاء الله المباريات القادمه ان شاء الله بتشوف الافضل ان شاء الله من الوسط. نعلم جيدا أن الشباب صعب المراس على أرضه، جئنا إلى هنا من أجل أن نقاتل ونكسب 3 نقاط. تهانية لكل زملائي قدموا 100%. الحمد لله على كل حال، مبروك نادي الوصل، صراحة نتيجة وايد كبيرة على الشباب. لو كنا على الأقل ما طالعين بنقطة يكون ممكن ترتيبنا في الجدول بيكون وايد حلو. مش مايد ناصر نجم المباراة، بالعكس الجمهور كان نجم المباراة. الجمهور اليوم جاب لنا 4 أهداف، لأن احنا اليوم كنا نلعب ب 12 لاعب وفريق الشباب كان يلعب ب 11 لاعب، على سبب شيء تفوقنا عليهم اليوم في المباراة. الحمد لله الشباب عطوا المباراة حجمها، كنا مهتمين ومركزين طوال الأسبوع أن نحاول نحافظ على الصدارة هالجولة، والحمد لله بمجهود الشباب بتركيزهم قدرنا نحقق المطلوب. بالفعل رباعية قاسية لأخضر بوناميغو بالتأكيد، وأداء رائع للإمبراطور عاد به زمن الثنائية. كنت وايد مستانس باللاحج وانت تشوف المباراة، وصلاوي انت طبعا تلعب في نادي الوصل، شو رايك في الفريق؟ وما شفت المباراة بس شفت انت تقول الهدفين هناك في الكويت، شو رايك في الفريق السنة؟ والله الفريق ما شاء الله عليهم، يعني يمشون نفس قبل كم من سنة، يعني يوم خذنا للثنائية ما شاء الله، يعني ما قصروا في الملعب. ما قصروا. زين عبد الوهاب، شو تقدر تقول لي عن هالمباراة شايفينها؟ خليني اقول لك عن خليفه قبل. تقدم الساعه وتتكلم عن الوصل، كل ما اذكر الوصل خليفه ياسنا وصلاوي يعني بارك الله فيك. شو هالمباراه؟ انا الحقيقه بس انا ابغى اتكلم نقطه واحده عن المباراه. تفضل على السريع. اتكلم على السريع قبل لا يجيك الجرس. ابغى اتكلم عن انت الحين ماخذ الوقت.
بس يلا قول عن اوليفيرا. الحقيقه هذا اللاعب انا ابغى اتكلم عنه. هذا اللاعب صار له 5 سنوات تقريبا مثل ما اكدوا الاخوان عندنا في الدوري. قمم الاخلاق، اداءه رائع لابعد حدود، مقاتل يعني بدرجه يعني فعلا يستاهل هذا اللقب. هداف من طراز الاول. اتمنى من شبابنا المواطنين وعلى راسهم الاخوان الموجودين هنا والاولاد الموجودين هنا ان يحطون القدوه مثل هاللاعب. في نفس الوقت اشكر حقيقه مجلس اداره الوصل اللي اعطت السنه هاي اشاره الكابتن، لان فعلا هذا هو يعني مثل ما قال عميد اللعيبه الاجانب في دوله الامارات. لكن يا اخي هذا الانسان قدوه، هذا الانسان راقي، تعامله راقي، ما في عمرنا شفنا سوى مشكله في الملعب او طلع عن طوره. شو يمثل لكم اول شيء اوليفيرا باللاحج الوصلاوي كلهم؟ اوليفيرا يعني مو من هالسنه، يعني يلعب من زمان، يلعب ويانا في الوصل يعني كل مره مستواه يعني يزيد عن قبل ونبغى نوصل مستواه. نعم. محمود شو تقدر تقول لي ايضا عن هذه المباراه ويعني اداء فريق الوصل وما حدث ايضا للشباب؟ هو في كلمتين. تفضل. فريق كان عنده اسلوب اللعب هو اللي حدد هذه النتيجه. انا ما بحبش اتكلم كتير في الناحيه الفنيه احتراما للمحللين، لكن انا شفت ان فريق ضغط وفريق لم يضغط. الفريق الذي ضغط هو الذي كسب في النهايه، الفريق الذي لم يضغط هو الذي خسر. هجوم الوصل لم يضغط عليه فريق الشباب فسجل، وهجوم الشباب ضغط عليه فريق الوصل فلم يسجل. عجبني جدا الكابتن الكاس في هدفه، لانه راوغ لاعب الشباب وهو بيتحرك فافقدوا توازنه ثم سكنها. عجبني قوي الكابتن ياستي، واعتقد انه مكسب كبير جدا لكره الامارات. فريق الوصل يقاتل ويذكرنا بالثنائيه. اللي صار للشباب يخوف مفيش شك. انا عايز اقول لك على حاجه. لابد ان يغير. الوصل لعب بذكاء شديد جدا. الشباب لم يلعب بذكاء. الشباب عنده نجوم وعنده لاعبين، لكن لابد ان يلعب لكل مباراه ويحسب لها ظروفها الخاصه، لكنه فريق جيد في كل الاحوال.